ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف طاقة الشخص اللي حاسدكم وحاسدكم على ايه وباصص في حياتكم بطريقة عاملة ازاي. ما تنسوش تتفاعلوا على الفيديو ولايك وكومنتات كتير وشير لاصحابكم. بصوا يا جماعة، انا شايفة توتال الكروت اللي موجودة بتقول ان اغلب طاقة الحسد اللي موجودة على اي بداية جديدة في حياتكم. بداية شغل، بداية بيزنس، بداية سفر، بداية جواز، بداية خطوبة. شايفة ان كل البدايات هنا محسودة. شايفة ان العيون هنا مش باصة على حاجة عادية، لا هم عارفين هم مركزين على ايه، عارفين الحياة اللي انتوا داخلين عليها، فعلشان كده هم مركزين فيها. شايفة الناس محسودة على خطوبة، على جواز، او حتى بداية قصة حب جديدة. شايفة ان الموضوع هنا آم، داخل فيه رزق، داخل فيه صحة، داخل فيه خطوة شغل، او حتى تجهيز لبيت جديد. شايفة ان كل البدايات الجديدة محسودة. شايفة ان في هنا طاقة حسد على عربيات جديدة. شايفة ان الناس كلها مش شايفة الا البدايات اللي في حياتكم، ان الحاجات الايجابية اللي في حياتكم. شايفة ان تأثير العين دي جاية في تشتت، جاية في نوم، جاية في حاجات كده بدأت تتلخبط، حاجات تتكسر، مواعيد تتأجل، التعطيل المفاجئ اللي بيجي. شايفة ان كل حاجة ممكن تبقى ماشية تمام، هوب بيحصل دروب، تلاقي كل حاجة خربت على تكة. الموضوع بينهار، الموضوع بيبوظ، البيزنس بيبوظ، علاقات الصحاب بتتقطع، البيزنس مش بيكمل. فانا شايفه في حاجات هنا بتحصل بدون اسباب منطقيه وملهاش اي تفسير. شايفه ان في خناقات بتحصل بدون سبب. شايفه هنا طاقه الحسد او طاقه العين جايه من اقرب الاقربين، لان كده كده محدش هيكون عارف الدواخل دي كلها الا لما يكون اخ قريب او صديقه او صديق او قريب حتى. الموضوع هنا جاي من اقرب الاقربين. شايفه ان الموضوع كمان ممكن يكون في تداخل اسري، اخ لاخوه، اخت لاختها. شايفه ان الموضوع هنا في موضوع الحسد مسمع قوي قوي قوي. شايفه في هنا ناس موضوع العين او الحسد او التعطيل اللي في حياتهم جاي معاهم بتكتيفه، جسمهم واجعهم، حاسين ان هم محبوسين، بيحلموا احلام كلها ليها علاقه بالحسد، بالربط، ان هم مزنوقين في مكان، ان هم مخنوقين، اكن في كده حاجة على عينيهم مخليهم مش عارفين يشوفهم، حبل متكتفين بيه، حبل مشنوقين بيه. بس برغم ان بيبقى في حلول قدامهم، بس هما مش عارفين يخرجوا من الطاقة دي او مش عارفين يخرجوا من الحيرة دي. شايفة هنا في عين واحدة ست ظاهرة بصريحة. الست دي ممكن تكون برج الحوت، ظاهرة قوي هنا برج الحوت. وممكن يكون في راجل سرطان وفي عقرب. ايا كان البرج عندكم بقى متجسد في راجل او ست، هي في